اليوم حبيت أفطر فلافل وعملت العجينة على طريقتي وحبيت أشارككم الطريقة. في منكم سألوني إنه بدنا فلافل بمقدار يكون صغير. طبعا أنا هون عملت المقدار حوالي نص كيلو. قبل ما نبدأ بالطريقة، إذا أول مرة تزوروا قناتي فياريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس ليصلكم مني الجديد. ويلا مع بعض نشوف شو هي الطريقة. اول شي بتحضروا نص كيلو من الحمص المنقوع، بتكونوا منقعين الحمص لمدة ليلة كاملة. راح تضيفوها، انا ضفت هون فلفل اخضر حار، العدد حطيت 2، ممكن تضيفوا انتوا 1 حسب الرغبة. المكونات التانية حطيت هون البقدونس، شوي من البقدونس، والبصل حطيت حوالي بصلتين كبار وقطعتهم بهذا الشكل. بحب اضيف البصل بكميه تكون معقوله، يعني بحب اكتر البصل لانه بيعطي النكهه طيبه كتير للفلافل. اذا كان متوفر عندكم البصل الاخضر، يعني اذا كان في موسمه، الافضل انك تضيفي البصل الاخضر، لكن انا عشان ما كانش في موسم البصل الاخضر فحطيت البصل العادي. هلا بعدين بحضر الماكينه او بفرمهم مع بعض، بحط هون حب الحمص والبقدونس والفلفل البصل وبفرمهم بهذا الشكل، ولازم تكون طبعا العجينه ناعمه. هلا بعد ما نفرمه كله مع بعض راح نشوف كيف شكل العجينة. هلا وانا بفرم العجينه وخلص حسيت انه القوام بدا ينعم، بضيف المكون طبعا هون حسب الرغبه اذا انتم حابين تضيفوه. الكزبره الحب هون بضيفها حتى تنفرم، اذا كان عندكم كزبره ناعمه ومفرومه تمام. انا حطيت هون معلقه كبيره من الكزبره، فيكم تحطوا معلقه صغيره، فيكم ما تحطوا الكزبره. وضفت شوي من الشطه والملح، وكمان حطيت معلقه كبيره وشوي من الكمون، يعني معلقه وربع من الكمون مع هذا المقدار. قسمت المقدار لنصين، تركت منه شويه بكته بيطلع لي حوالي باكيتين، حطيتهم بالفريزر، والباقي هون رح اعمله حتى اقليه. للكمية هاي للقلي أنا رح أحط عليها مكونات، شوفوها معي. حوالي ضفت هون معلقة كبيرة من السمسم المحمص، أنا بحب أضيف للفلافل السمسم، بيعطي طعم طيب للفلافل. ممكن تضيفيه ممكن لا، هي حسب الرغبة، لكن أنا بحكي طريقتي في عمل الفلافل. وضفت ربع معلقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم، وبتضيفي كمان معهم شوي من الملح، حسيت انه بحاجة للملح اذا كان حسب الاحتياج. وحطيت شوي من المي، مش كتير، ما كترت معاكي، المي بيعطي القوام الحلو. ممكن تضيفين المي ممكن لا، عادي جدا. هلا طبعا بتكونوا محمين الزيت على نار عالية. بعد ما يحمى معكم الزيت، هون طبعا بتكون عندكم الآلة لعمل الفلافل إذا كانت موجودة عندكم. أنا ما كانتش متوفرة عندي بصراحة، خربت ما جبت واحدة جديدة. فعملتها بإيدي، بدهن على إيدي الزيت وبعمل بهذا الشكل، بكبكبها بهذا الشكل على شكل دائرة المعروف المتعارف عليه بالفلافل كيف بنعمل. ومجرد ما حمي معي الزيت راح أقليه، وعلى طول أوطيه على نار هادية حتى يستوي براحته. ومجرد بس قبل ما يطلع بشوي هيك حسيتوا انه بدأ يعطي اللون ويتحمر معكم شوي، بتعلوا النار عليه حتى يتقرمش معكم الفلافل. وهيك كانت وصفتنا لليوم في عمل الفلافل، وإن شاء الله تكون عجبتكم الطريقة. فارفعوا من هذا الفيديو بلايكاتكم، وانتظروني مع فيديو جديد بوصفة جديدة، ومع السلامة.